اهلا بيكم. كارما التعطيل. كارما التعطيل يعني اكتر وصف يوصفها انا فاضية بس مشغولة. حقيقة الامر ما بتكونيش في علاقة لكنك واهمة مجالك الطاقي انك في علاقة، يعني شغلة الجزء او الشانل الخاصة بالارتباط بعلاقة وهمية. طب ده بيحصل امتى؟ بيحصل لما بنخرج من علاقة لكن احنا لسه مش مصدقين ان احنا خرجنا منها، بنبقى لسه مستنيين الطرف التاني يرجع لنا، لسه بنتابع اخباره، بنخش على كل الواتساب بتاعه بقى نشوف غير الصورة غير الستيتس، او انا خلاص مش عايزاك لكني عايزاك تعتذر لي، عايزه اشوف انتقام ربنا منك، عايزه اشوفك تعيس مثلا ومش عارف تكمل حياتك من غيري. فالحقيقه هي العلاقه خلصت لكن انا لسه متصله بيها، عامله طاقه كده بيني وبين العلاقه دي فتخليني مش قادره ابدا اخش في اي علاقه جديده، ولو دخلت في علاقه جديده هتبوظ لان انا دايما مشغوله بحاجه تانية مشوشره على طاقه الارتباط عندي. طيب الحل ايه او اعمل ايه؟ الحل اني اسامح. خلاص انا نهيت علاقه، العلاقه انتهت فعليا من جوايا، ابقى خلاص خلصت بحلوها ومرها. لا انا عايزه اعرف اخبارك ولا عايزاك تيجي تعتذر لي ولا عايزه نرجع تاني. طول ما انا عايزه نرجع تاني او عندي اي تعلق بهذه العلاقه اكون عارفه كويس جدا او ما حاولش بقى اخش في علاقات جديده، لانها مش هتحصل ومش هتحصل باتزان غير لما اتخلص تماما من اي علاقه كانت ربطاني او باي طاقه كانت ربطاني بالعلاقه القديمه. فخلوا بالكم جدا لان الموضوع ده بيعطل ناس كتير، وتبقى ناس كتير عايزه ترتبط لكنها مش عارفه ما بترتبطش ليه، بيبقى السبب كارما التعطيل.